السلام عليكم. المسلم المحترم اقفل الاغاني، اقفل الاغاني، اقفل اقفل اقفل. الله اكبر. ايوه شغل القران محبه في سيدنا النبي. يلا لله، اللي يحب ربنا يشغل القران. المسلم يشيل الحظاظه دي، الحظاظه حرام، والسنه تحت الركبه. السنه ايه؟ تحت الركبه، وتسوي شعرك. يلا بينا. السلام عليكم. اللهم بارك في المحل واهل المحل. الاول اعمل لي متابعه. يلا الشيخ نعمة الله المصري على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك وعلى كله. يلا الشيخ نعمة الله المصري. ما شاء الله ما شاء الله. اولادنا المباركين. الصلاه يا شباب، نكون قدوه، نكون رجاله، محدش يضحك علينا. اهل الايمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اللهم بارك في المحل. وصلت له؟ ايوه ده اشتراك بنفس الاسم، هتلاقيني في كل حته. تعمل لي متابعه على طول. سمعنا القران يلا عشان نختم. سمعنا القران يلا. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك في المحل واهل المحل وابطال المحل. شغل القران بسرعه. اعلان. اللهم اهدي الاعلانات واهل الاعلانات. يلا بينا. ها بسم الله. الله اكبر. سمع الناس الخير والهدايه. الله الله اكبر. الله اكبر. ان شاء الله. شايف الجمال؟ شايفين الاستجابه؟ مين اللي مقصر؟ احنا اللي مقصرين. الدعوه يا اخوه، فرغوا الدعاء. اصلاح الامه، نجاه الامه بالهدايه. لا نجاه لاولادنا الا بالهدايه. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. الكاتنج لا، المقطع ده حرام، فاهم؟ وتسوي شعرك. والابتسامه سنه. لا يبقى ميه واحده. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الفيديو اللي انا عرضته لحضراتكم ده لواحد اسمه الشيخ نعمة الله المصري، بيعتبر نفسه واحد من وكلاء ربنا في الارض، وينزل الشارع المصري في كل البلد يتكلم مع الشباب تحديدا، بيستقطب الشباب عن الحلال والحرام، تلبس ايه ما تلبسش ايه، تسمع ايه ما تسمعش ايه. الاخ نزل شارع من اشهر الشوارع التجارية والسياحية في مصر، شارع الازهر، وعمل عليه فيديو بيكلم الشباب ان ما يسمعوش اغاني، وما يلبسوش حظاظات في ايديهم، وما يلبسوش بنطلونات او تيشيرتات تكون مقطعه او عليها رسومات، لان ده حرام. الشيخ نعمة الله المصري انا مش عارف دوره في المجتمع ايه. هل هو مسؤول عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي مش موجودة في مصر المفروض؟ هل هو مطوع؟ الراجل ده يا جماعة ليه فيديوهات في كل مصر، ما بيسيبش حتة غير وبيروحها يتكلم فيها عن توجه معين وفكر معين. لما ينزل يقول للناس ان الاغاني حرام وان الاغاني ما ينفعش تتسمع، بيحط حالة من التطرف والغلو الفكري في الشباب، وهو بيستقطب فئة معينة، الشباب تحديدا. شارع الازهر ده واحد من اشهر الشوارع السياحية معروف في العالم. لما السياح من كل دول العالم سواء عرب او اجانب يشوفوا واحد زي ده نازل بيقول ما تسمعوش الاغاني حرام، ما تلبسوش مش عارف ازاي، اللبس ده حرام، الناس تخاف تيجي مصر، لان ده بيخلق حالة من الغلو والتطرف الفكري والديني. طب انا عايز اسأل سؤال، لو نزل مسيحيين ونزل بعض اليهود المتبقيين من مصر يعملوا دور تبشيري سواء للمسيحية او لليهودية، هل ده مش هيعمل نوع من انواع الفتنة والتطرف في الشارع المصري؟ مصر من اقدم دول العالم، مصر حضارتها علمت العالم الفن والثقافة والصناعة والزراعة. كل البعثات الأجنبية جت مصر عشان تفك الرموز الفرعونية واللغة الهيروغليفية، وتقدر تعرف سر الحياة من مصر. علم المصريات ايجيبتولوجي بيتدرس في كل جامعات العالم في الدول الأجنبية والغربية علشان يعرفوا أسرار الحياة. انتوا متخيلين قيمة مصر؟ وهنا أنا عايز أوجه كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل الجمهورية الجديدة يا ريس جمهورية الشيخ نعمة الله المصري وكل من هم على شاكلته؟ الجمهورية الجديدة يا ريس المفروض تكون جمهورية مدنية، دولة مدنية وليست إمارة دينية، وكلنا شفنا أفغانستان بقى حالها عامل إيه. الجمهورية الجديدة يا ريس اللي حضرتك بتأملها للبلد وللشعب مش لازم يبقى فيها غلو ديني. الدين مكانه دور العبادة والبيت، الدين في القلب، في علاقة الإنسان بربه. المفروض يا ريس اللي بيحكم البلد القانون مش الشيخ نعمة الله المصري. الإنسان المفروض فخامة الرئيس إنه حر طالما ما بيضرش حد. أرجو من سيادتك يا سيادة الرئيس وضع حد لهؤلاء الأشخاص اللي بيدمروا الهوية المصرية المدنية. لما حد في دول العالم يتفرج على الفيديو ده هيخاف يجي يستثمر في مصر، هيخاف يجي يزور مصر كسائح. رأس المال جبان يا ريس. رأس المال لما يشوف دولة بتتأسس من شبابها على أسس وأطر دينية بيخاف. الدولة المدنية هي الدولة الناجحة اللي بتتقبل المسلم والمسيحي واليهودي واللا ديني والملحد، تتقبل كل المعتقدات. التعليم والبحث العلمي والثقافة والفنون والقراءة
هي اللي بتنهض بالأمم. فخامة الرئيس السيسي أرجو من حضرتك يكون في سعة صدر وكل مؤسسات الدولة أن تهتم بالتعليم وتثقيف المواطن المصري. ما تسيبوش الشارع المصري لنعمة الله وغيره. الدولة المدنية على المحك من الناس دول، في خطر على الهوية المصرية. وأنا بناشد كل الأسر المصرية إن يهتموا بأولادهم، بتعليمهم، بتثقيفهم، بتوجيههم للبحث العلمي والقراءة، ويشغلوا عقلهم. هتحموهم من الناس دي، هتحموهم من نعمة الله المصري وكل تجار الدين. حافظوا على الهوية المصرية لأن البلد في خطر. دول الخليج لغت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السعودية بتنطلق نحو الحداثة، بتحتفل امبارح باليوم الوطني للسعودية. رجال ونساء، شباب وبنات بيغنوا وبيرقصوا للمملكة العربية السعودية. أرض الحرمين الشريفين بتستقطب الفنون. السعودية بتنفتح عن الحداثة وعندها قانون صارم. احنا مش أقل من السعودية، احنا دولة من أقدم دول العالم. الإمارات بتطبق القانون بشدة ومنفتحة على العالم، وبقت دولة جاذبة للاستثمارات رغم صغر حجمها ومساحتها. فخامة الرئيس السيسي أرجو إعادة تقييم الموقف، لأن اللي جاي صعب جدا. لو اتسابت مصر تضيع هويتها وتتدمر ثقافتها. يا ريس أرجو إنك تدي تعليماتك لوزيرة الثقافة تنزل للقرى وتنزل لصعيد مصر، تنزل تكتشف المواهب هناك وتعمل مسارح وتعمل ندوات تثقيفية للشعب المصري في القرى والصعيد، علشان يعرفوا عظمة وثقافة وتاريخ مصر الفني. بلد أم كلثوم وعبد الوهاب وسيد درويش وعبد الحليم وفايزة أحمد وغيرهم من العظماء، ما تتسابش هويتها تضيع. الغلو الديني قتل الشهيد الدكتور فرج فودة، واللي قتله للأسف ما قراش للشهيد فرج فودة كتاب واحد. ولما سألوه قتلته ليه؟ قال عشان سمعت بعض الشيوخ بيقولوا انه كافر. الكاتب العالمي نجيب محفوظ تعرض لطعنة غادرة كانت هتغتاله وتقتله بسبب رواية كتبها اسمها أولاد حارتنا. يا جماعة الفكر يقابل بالفكر مش بالرصاصة والسكينة. احموا أولادكم بالقراءة وبالعلم وبالتعليم، احموهم من كل تجار الدين من كل الأديان. فخامة الرئيس السيسي أرجو حضرتك ومؤسسات الدولة تسمعوني كمواطن مصري خايف على الدولة المصرية من إنها تكون إمارة دينية وتضيع مصر وشعبها. أشوفكم على خير.